الخبره يا ابني موجوده. خلص الكلام يا عاشور، نقلها حلو وغير الملعب حلوه لمحمد هاني، لورده، لاسلام رشدي. رشدي عدى رشدي وماشي، عدى رشدي، لكن الضربه الحره موجوده والدفعه موجوده على طول لاسلام رشدي. التحام بلا داعي تماما تماما. ده تجربه وديه وابراهيم نور الدين واحتكاك بين اللاعبين ملهاش لازمه تماما. ده ماتش ودي يا جماعه، يعني احتكاك بلا داعي ودفعه كده في وجه اسلام رشدي، شكلها مش حلو بصراحه يعني. قام على طول كابتن مصطفى سيف مدير الكوره لنادي الشمس، وقام كابتن وائل جمعه ايضا مدير الكوره بالنادي الاهلي. يعني احتكاك بلا داعي تماما. دي تجربه وديه، كل مدير فني وكل فرقه عايزه تطمن على لاعبيها، يعني مفيش اي داعي للتوتر او الانفعال في الملعب يعني. انذار لاسلام رشدي وطرد. هنشوف بقى الطرد من مين. هي جريت ابراهيم نور الدين فيها طرد. طرد لمين بقى؟ هل لفتوح الخولي ولا لتامر ابو جبل؟ لا، طرد ليه فتوح الخولي تقريبا، المساك الثاني صح، لان الراجل دافع فعلا اسلام رشدي في وشه. هل يا ترى هيطلع وهيلعب 10 الشمس؟ مش عارف الاعتراض على ايه. يعني لو هنتكلم على التاريخ او على النتيجه او على الاداء، طبعا ده في صالح الاهلي بغض النظر. الشمس ما يقلش من قيمته، بس في فرق كبير في الخبرات، فرق كتير في النجوم، ودي تجربه وديه في النهايه، ملوش داعي ابدا المنظر ده حقيقي يعني. فتوح الخولي طرد كده، الشمس هيلعب 10. هل في اتفاق او حاجه لو في حاله الطرد